السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كقبل أي مباراة وكما عودناكم جبت لكم بالفيديو المؤتمر الصحفي اللي عقده الناخب الوطني وليد الركراكي منذ لحظات قليلة جدا قبل مباراة المغرب وإسبانيا. المهم نخليكم مع أهم ما جاء في تصريحاته، وإن شاء الله مربوحة لأسود الأطلس، فقط تفائلوا خيرا تجدوه، وكما قال وليد الركراكي ديروا النية. بداية وليد مبروك على الإنجاز اللي حققتي لكرة القدم الوطنية والوليد الركراكي كاسم كإطار وطني مغربي. نتمنوا التوفيق ان شاء الله. ولا قلتي باغي تمشي للنهائي كاس العالم نقولوا حنا معك. السؤال ديالي هو في مثل هذه المباريات الكبيره مع منتخبات اللي هي كبيره شنو كيفضل المدرب؟ واش يركز على النقاط ديالو هو على الفريق ديالو شنو عنده، ولا كيركز على النقاط القوه ديال الفريق ديال الخصم؟ سؤالي للمنير، يعني شاركتي في المباراه الثانيه، كانت مشاركه مفاجئه لاخر لحظه كيف شفنا، كيفاش عشتي اللحظه وانت غيجي عندك والد وغيقول لك انت اللي غتحبس بلاصه بونو في اخر لحظه وانت في البونتوش؟ انا الاول بحال شنو نقولوا المدرب زعما شنو عنده الفرقه هذه تا اللعبه لا تدخل تيران كيعطي 100%. انا من ولا جي عندي قال لي سير اخويا تلعب وما عندي الوقت نديرو شوفو مونت ولا حتى حاجه، ولكن انا بريباري قبل على الماتش. واخا انا كون في البانش زعما في الراس ديالي كنفكر زعما بحال نلعبوا تيتولار، والنيه ديالي ماشي ديالي ديال الفرقه كامله مزيان، ومن بعد كباينه في التيران. احنا غنبقاو ديما على شنو كنديروا، ما كنشوفوش فراقي بيان سور، كنخدموا عليهم، كنعرفوا لي فورس لي فيبليس، بحال اللي قلت الدراري، ولا خصنا نتادابطاو ونبدلوا شي حاجه اللي ماشي ديالنا غنديروا غلط. دونك كنبقاو في شنو كنعرفوا نديروا ديك 3 شهور اللي جيت مع لا مونتاليتي ديالنا، ومن بعد اي ماتش كنبغيو نزيدوا لقدام ونزيدوا شي حاجه اللي تقدر تعاوننا. دونك فوالا غنبقاو في هذا المستوى ان شاء الله. سؤال للمدرب أحمد الإمام، التلفزيون الموريتاني. بعد خروج السنغال بالأمس باتت المغرب الممثل الوحيد لإفريقيا والعرب في المونديال، هل يشكل هذا حافزا لكم غدا في مواجهة إسبانيا؟ ما فهمتش. بالعكس معنا ما نخسروا وغندخلوا بحال اللي قلت بلاتيتود ديال بغينا نربحوا، بغينا نطلعوا الرايه بعدا ديال المغرب. ما نساوش حنا لاعبين دابا على بلادنا الشعب ديالنا، ومن بعد بيان سور غيفرحوا معنا ويعاونونا بلاد عرب وبلاد افريقيا، علاش كاملين غيكونوا معنا. نتمناو ديك الدعاء ديالهم يعاونونا كاملين باش يحطونا ديك البوطو اللي غتخرج وغتدخل. نزيدوا قبل كانوا غير المغاربه، دابا زيد لي افريكان وزيد بلاد العرب يدعوا معنا ان شاء الله. قبل اسبانيا سنه 2018 في كاس العالم ديال روسيا، وكما كنعرفوا لولا الفار ولولا التحكيم كنا نخرجوا فايزين في هذيك المقابله. اليوم الحكم فرناندو الحكم الارجنتيني هو اللي غادي يحكم المقابله، هو نفس الحكم اللي كان حكم المباراه الاولى امام المنتخب الكرواتي، وحكم اللي كان تغاضى بزاف على اعطاء البطائق الصفراء كما شفنا. واش نتوما ما عندكمش تخوف من هذه النقطه هذه ديال التحكيم؟ ميرسي. نو واللي طرا في 2018 واللي طرا قبل ما كيهمناش. حنا اوني كونسونطري سور نوت ماتش، حنا مكونسونطري شنو غنديروا. لاربيتراج كاينه في الكره، كاين دي زيرور بور دي زيرور كونتر. لاربيت اللي كان معنا ضد كرواتيا بان لي دار ان تري بون ماتش، و لي زاربيت بحال لي زيكيب اللي كاين في كوب دو موند هما لو توب مونديال. دونك ما كيامناش هادشي، حنا اللي كيامنا هي غنحطو في التيران لي ديتاي ديالنا، وان شاء الله لو ريست سي با امبورطون. جديد. اول حاجه بالتوفيق ان شاء الله ليكم، باعتبار انكم بقيتوا فقط ممثلين الوحيدين للعرب. بالسؤال يقول التصريح اللي عملته انه المغرب قادر على الفوز بكاس العالم عمل ضجه شويه، ما تشوفش تصريح كما هكا يحط بريسيون على اللاعبين، خاصه مثلا نفكرك بجمال بالماضي تصريحه اللي نفسه تقريبا خلى المنتخب الجزائري بعد ما كان في مستوى معين يفشل في كاس افريقيا، وهذا ما نتمناوهش ليكم بالطبيعه، وحتى في يفشل في وصول المونديال. شكرا. لا خصهم غير يفهموا شنو قلت. انا ما قلتش غنديو الكوب دو موند واخا بغينا نديوها بحال اللي بغيت نقول. الكره
تقدر ترى اي حاجه. وديما كنقولوها حتى لاولادنا، خصك تحلم باش توصل. ولا قلتي واحد الولد بناي ما يقدرش يكون شي حاجه في حياته، عمره ما يقدر يديرها. وحنا دابا حنا لافريك عمرنا ما دينا كوب دي موند، علاش ما نحلموش بها وعلاش ما نقدروش نديروها؟ هذه سان ميساج دو بوزيتيف بور لافنير، وهادشي اللي كنقول للدراري. حتى حنا ولا دخلنا غنقولوا عمره ما نقدروا نديو الكوب دي موند، غنخسروا غدا. لا بالعكس، علاش ما نديوهاش؟ وعلاش نتوما الصحافه عربي وافريقي ما تقولوش يقدروا يديوها باش تحتوا هاد لي زون بويسيبل؟ ولا تقولوا اش كيقول هذا بن مادي هدار وركراكي كيهدر حشومه واحد بلاد ديال لافريك عمره ما يقدروا يربحوها. لا علاش عندك واحد الولد د مدينه صغيره، هو اليوم هو جالس معاك وكيلعب 8 فينال كوب دي موند. ولا كنت انا كنفكر هيدا ملي كنت صغير ما نكونش هنا اليوم. دونك انا كنقول لك علاش لا ما ندوش كوب دي موند ان شاء الله، وغدا غنتقاتلوا باش ندوزوا الدور الثاني. يمكن ما غاديش نديوها، هاك حلمنا بها وغنتقاتلوا بها باش ان شاء الله يمكن 20 سنه ولا 30 سنه يمكن المغرب ديها ولا السنغال ولا شي فرقه وغيقولوا كان المغرب كان يقولوا يقدروا يديروها. انا هيدا فكرت، يمكن راني غلط. بالأمس رأينا تغريدة لويس إنريكي وقال بأنهم كانوا مسترخين. السؤال: هل أنتم مستعدون لأن تهاجموا غدا؟ نحن نعلم بأنكم منضبطين. السؤال لمنير: التذاكر في السوق السوداء أسعارها مكلفة جدا، والقائد والمدرب يقول لك سجل وسجل، فهل أنت تخضع لهذا الضغط لأنك تسهم وترغب في أن تسهم في مساعدة فريقك وعناصر الفريق في مواجهة إسبانيا؟ الجواب: نعم، نحن نحاول أن نسعد مشجعينا، ولكي نتمكن من لا شيء مجزي أكثر في الحياة من أن نرد لهم التقدير. وهذا كان توقيت مثالي ومباراة مثالية لكي يفخروا بنا ويعتزوا بنا كما نحن نفخر ونعتز بهم. لذلك نأمل بأن نتمكن أو نكون قادرين على أن نهديهم هذا الفوز، كل من هم هنا ويؤازروننا ويشجعوننا حتى في المغرب من جميع أرجاء العالم. جميع المغاربة سوف نترك ونقدم كل شيء في الملعب، وبالتالي ننال هذا الفوز الذي يستحقه هذا الفريق. بالنسبة للويس إنريكي لم يكن بالنسبة لي شيئا يذكر بالنسبة لنا في مباراتنا بعد الشوط الثاني. بعد المباراة الثانية نحن أخذنا استراحة واللاعبون يحتاجون إلى وقت استراحة. هذه كرة قدم. الأمر المهم بالنسبة لي أن عندهم مدرب رائع، أحب شخصيته وأحب طريقة تعامله مع الضغط، وهذا يجعلني أحب كرة القدم. كما يعلم الجميع هذه وظيفة بالغة الصعوبة، وكيف يتعامل لويس إنريكي مع الضغط، وربما أنا سأقلده. إنه محق. يجب أن نزيل القدسية عن كرة القدم. إنها كرة قدم نستمتع بها، وهذا ما أقدره ويعجبني في لويس.